قلت لكم في فيديو قبل كده خليه يساعد في الجزء اللي بهدله، قلتوا لي واخد الموضوع بلعب. تعالى اقول لكم ليه. انا امل ندى، اخصائيه تربيه خاصه، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. سألتوني لما الطفل يعمل حمام على نفسه تعملوا ايه؟ قلت لكم خليه ينظف الجزء اللي بهدله بشويه ميه وينظف، وفي الفيديو ده معظمكم قال الرد ده، وقلتولي واخد الموضوع بلعب ومبسوط وبقى يعمل كذا مره على نفسه عشان يعمل نفس الاداء. بس انا اقول لكم هنا اسلوبكم كان غلط، غلطتوا غلطتين. اول نقطه، طبيعي جدا ان الاطفال بتحب تلعب في الميه، انتوا بتلعبوهم في الميه فهم واخدين الموضوع بلعب. ما هي ماما هنا سمحت باللعب في الميه لان هي ما كانتش بتسمح قبل كده، فهنلعب بالميه فين؟ اكيد في الحمام عشان ما يبهدلكيش الدنيا. فاول نقطه احنا قلناها كده ان الاطفال طبيعي ان هم بيحبوا الميه فلاقوا ان دي لعبه. تاني نقطه، اسلوبك، انت بتقولي الحاجه ازاي. يعني طبيعي هو عمل بيبي يا خبر انت عملت حمام ريحتك وحشه قوي يا، بس اسلوبك حسستيه ان في حاجه وحشه عملها ياكي يا بيبي، يلا نروح بسرعه ننضفه عشان انت تكون شخص جميل ونضيف وريحتك تكون حلوه. الله جميله بس دلوقتي وحشه قوي. كده انت وصلتي له ان دي مش لعبه، ان ده تنظيف مكان الغلط اللي عمله. اسلوبك هو اللي بيوصل ده لعب ولا ده حاجه وحشه المفروض ينظفها.